السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف كتلاحظوا اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هاد لي ميني كيش كيجيو اكثر من رائعين، بحشو اللي لذيذ بزاف وعجين اللي كتجينا هكا مقرمشه. نخليكم تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. غادي نبدا بالعجين. غادي نحتاج لي 250 غرام ديال الدقيق، عندي زلافه، غادي نضيف شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، هنا تحذف ليا المقطع. غادي نضيف كميه قليله من الكوزه كتبقى اختياريه. بالنسبه للزبده انا استخدمت هذه النوعيه، غادي نحتاج 100 غرام. غادي نحاول هكا نلبس ديك الزبده شويه بالدقيق باش كيسهل عليا انني نحكها وما كتلصقش ليا الزبده هكا في الحكاكه. صافي غادي نحاول نحكها بهذا الشكل هذا باش كيسهل عليا انني نرمل داك الدقيق. صافي غادي نحاول هكا نرمل داك الدقيق بهاد الزبده او ندخل ديك الكميه كامله الزبده في الدقيق بهذا الشكل، غير باطراف الاصابع، ما نحاولوش اننا نعجنو، غير نرملو غير بهذا الشكل هذا حتى كنحصل على هذا الشكل، يعني الدقيق ديالي كامل تلبس ليا بديك الزبده. صافي غادي نضيف هنا حبه ديال البيض، غادي نحاول حتى هي نرملها او ندخلها مزيان مع داك الدقيق والزبده حتى كتنسجم ليا مع كاع المكونات. صافي هنايا من بعد ما لبست حتى ديك البيضه دخلتها مع داك الكميه ديال الدقيق، غادي نحتاج هنا تقريبا عندي 3 ديال المعالق ديال الماء، نضيفهم هكا شويه بشويه حتى كتلم ليا العجين او حتى كنجمعها. راه ما كنعجنش هنا، كنلم غير باطراف الاصابع على هذا الشكل هذا. كيف ما ذكرت معكم هنايا اكتفيت ب3 ديال المعالق ديال الماء، وكيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. صافي هنا من بعد ما لميت داك العجين كيف ما قلت غير باطراف الاصابع ما نعجنوش. صافي غادي نحاول هكا نشكلها على شكل مستطيل او مربع بهذا الشكل هذا، يعني نعطيها واحد الشكل. صافي هنا مباشره غادي نغطيها ببلاستيك غذائي او بسلوفان وغادي نوضعها في الثلاجه. غادي نخليها على الاقل واحد نصف ساعه، او ممكن نوضعوها كي الا كنا مزروبين نوضعوها في المجمد. صافي من بعد ما وضعتها هكا في الثلاجه غادي نخرجها مباشره. كيف كتلاحظوا العجين راه تماسك معايا، ما بقاش يعني رطب. صافي غادي نرش سطح العمل وغادي نمر مباشره هكا باش نبسطها معكم. نحاولوا هكا نبسطوه حتى كنحصلوا على هذا السمك هذا كيجينا رقيق. صافي غادي نحاول هنايا نقطع بقطع اللي كيكون كبر من الليمون اللي غادي نحتاج هكا باش كيسهل عليا انني نشكلهم بكل سهوله. صافي هنا من بعد ما قطعت غادي نحاول هكا نحيد دوك الزوائد. في هذه المرحله راه ما غاديش نعجنهم، غنحاول هكا غير نوضعهم فوق بعضهم بهذا الشكل هذا باش كيبقاو عندي العجين كتجينا مورقه. صافي غادي نستمر بنفس الكيفيه هكا حتى كنكمل دوك، نحيد دوك الزوائد اللي عندي وغادي نمر مباشره هكا باش نشكل معكم هاد العجين. صافي هنا غادي نحاول هكا نوضع العجين بهذا الشكل هذا، نحاول هكا نلبسها مزيان في داك المول اللي عندي. نحاول ندخل دوك الجناب مزيان هكا باش ما كيبقاوش ليا فراغات في الوسط. راه كنتمنى ان شاء الله الشرح ديالي يكون واضح والفيديو يكون واضح لكم. صافي غادي نحاول هكا نضغط على الجوانب بهذا الشكل هذا باش كتاخذ ليا لا فورم ديال دوك ليمون. صافي من بعد غادي نحيد هاد الزوائد بهذا الشكل. راه التشكيل ديالهم راه ساهل بزاف، تبعوا غير هاد المراحل. صافي هنا من بعد ما حيدت دوك الزوائد غادي نحاول هكا نضغط ونخرج داك الهواء اللي كيكون عندي هكا في الوسط، نتاكد من ان كاع الجناب هكا ملبسين. صافي هنا غادي نستمر بنفس الكيفيه حتى كنكمل دوك ليمون اللي عندي كاملين. صافي هنا من بعد ما كملت من التشكيل ديالهم غادي نوضع هاد الليمون اللي عندي في المجمد او في الثلاجه، نخليهم على الاقل واحد ربع ساعه هكا حتى كينشفوا، ما كيبقاوش لينا ما كتبقاش لنا هكا العجين اللي هي خفيفه باش ملي كندخلوهم الفران ما كيديفورماوش. صافي هنا من بعد ما خرجوا من الثلاجه غادي نحاول هكا نتكون بواحد الشوكه باش ما كيتنفخوش لينا.
وغادي ندخلهم الفرن اللي كيكون عندنا سخون من قبل. كنشعل ليهم النار غير من الاسفل، غير كيتشمعوا تقريبا كياخذوا واحد 5 ديال الدقائق، ما كياخذوش وقت بزاف، وكنخرجوهم. وكيكون هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما خرجناهم، راه ما كيديفورماوش، كيبقاو محافظين على نفس الشكل ديالهم. صافي غادي نحاول هكا نديمو ليهم، راه كيديمولاو بكل سهوله، ما كيلصقوش لينا في هذوك الليمون. وغادي نمر مباشره باش نحضر معكم الحشو. في مقله اللي كتكون عندي سخونه غادي نضيف واحد الكميه ديال الزيت. غادي نضيف حبه ديال البصله اللي كتكون متوسطه، شلتها وقطعتها قطع لهذا الشكل هذا، كيكونوا قطع صغيره. غادي نحاول نشحر ديك البصله مزيان هكا حتى كطيح او حتى كتدبل، حتى كنحصل على هذا الشكل. وغادي نضيف 200 غرام ديال الكفته اي اللحم المفروم. وغادي نحاول هكا حتى هي نفتتها على هذا الشكل هذا، وغادي ندخلها مع ديك البصله. صافي هنا كتوابل غادي نحتاجو غير الملح والبزار. هنا ما ضفتش توابل، غير الملح والبزار كافيين، كيعطيو واحد المذاق رائع لهاد الشرموله. صافي غادي نحاول ندخل داك العناصر هكا مزيان مع بعض، مع ديك البصله ومع ديك الملح والبزار. فهاد المرحله غادي نرفع النار باش كتشحر لينا ديك الكفته وما كتطلقش لينا السوائل، وكتجينا كفته هكا اللي ناشفه. صافي في هذه المرحله غادي نضيف المعدنوس اللي كنكون قطعته قطع صغيره. في هذه المرحله غادي نطفي على النار باش كنحافظ على المذاق ديال داك المعدنوس. وكيكون الحشو ديالي جاهز، صراحه كيجي لذيذ بزاف، وكنحضروه في اخر الدقيقه، راه دغيا كيوجد معنا. صافي هنا مباشره من بعد ما برد داك الحشو عندي غادي نمر مباشره هنايا باش نعمرهم في هذه القوالب. غادي نستمر بنفس الكيفيه حتى كنكمل العماره ديالهم كاملين. صافي هنا بالنسبه لهاد لاباغي غادي نحتاج ليها 2 حبات ديال البيض، كيبقى على حسب شحال عندكم. هنا عندي انا كميه قليله غنحتاج لها غير 2 حبات. غادي نضيف شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، وغادي نضيف ليها علبه ديال الياغورت اللي كيكون طبيعي بدون نكهه. غادي نضيف هنا واحد الكميه قليله هكا ديال المعدنوس، كتعطي واحد الطعم حتى هو رائع. غادي نحاول هكا نخلط العناصر مزيان مع بعض حتى كنحصل على واحد الخليط اللي كيجيني هكا متجانس. صافي من بعد ما حصلت على هذا الخليط غادي نضيف واحد الكميه هكا قليله من الموتزاريل، كتبقى على حسب الذوق ديالكم. ممكن تضيفوا جبن مثلث او جبن احمر. صافي غادي نحاول هكا نخلطهم بهذا الشكل هذا حتى كنحصل على واحد القوام اللي كيجيني ثقيل. صافي مباشره هنا غادي نسكبهم او غادي نوضعهم فوق من داك الحشوه اللي حضرت معكم. غادي نستمر بنفس الكيفيه حتى كنكملهم كاملين. صافي بالنسبه للتزيين كيبقى خطوه اختياريه. هنا حاولت نزينهم هكا غير بدوائر ديال الزيتون اسود. غادي نزينهم بهذا الشكل وغادي نستمر بنفس الطريقه ونتلاقاو من بعد. صافي هنا من بعد ما انتهيت دخلتهم مباشره الفرن اللي كيكون عندي سخون من قبل. غنشعل لهم النار من الاسفل ومن الاعلى حتى كيتحمروا كياخذوا ليا هذا اللون وكيطيبوا ليا كامل لتحت. كنحصلوا على هاد لي ميني كيش كيجيو اكثر من رائعين صراحه، واحد المذاق اللي رائع، وكتجينا العاجين اللي هي مقرمشه وكتجي لذيذه. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتطبقوها، اكيد غادي تنجح معكم. كنشكركم بزاف على المتابعه، الى اللقاء مع وصفه جديده او فيديو جديد ان شاء الله.